السلام عليكم، صباح الهنا ومعاكم سما. تعالوا النهارده في تجربه جديده من اتوال وهنجرب كل طواجن اتوال. يلا بينا نشوف ايه الاخبار. واحنا في اول فرع ليه 3 ادوار في جسر السويس. يلا بينا مع بعض نشوف طواجن اتوال عامله ايه. وجينا بالطواجن بتاعتنا. يلا بينا بقى عشان انا جاهزه جدا اشوف احلى طاجن عند اتوال وافضل طاجن والاسعار كمان كام. يلا بينا. وده الشكل بتاعنا للطواجن، واتوال مخترع 6 طواجن. بس كمان قلت اجرب المدلعه ونشوف يا ترى يا مدلعه هتدلعنا ولا هتنكد علينا. دول كده بقى المفروض طاجن ام علي، طاجن رز فرن، وطاجن قرع عسل. يلا بينا تعالوا بقى نشوف مع بعض. بسم الله. ده واضح كده انه طاجن رز بلبن. يلا ندوق ونقول بسم الله. اولا الرز بلبن حلو قوي ودسم كده وغني، وعلى فكره هو حاطط له كريمه وبعد كده مدخله الفرن. يعني اللي واخد الوش معايا اللي انتوا شايفينه ده الكريمه. ده السعر بتاعه 17 جنيه بس. بصراحه على السعر بتاعه لا حلو قوي. وكمان ان انا باخده بالطاجن ده، انا هعمل مشروع طواجن ده غير الطواجن اللي عندي اصلا. وده طلع طاجن ام علي. يا ترى شكلها بقى من جوه، يعني انا حاسه ان مفيش اي حاجه كريسبي. هندوق ونشوف. هي في الخامه الكريمه ممتازه بس ما فيهوش اي مكسرات. هو المفروض الحاجه الكريسبي او الميفيه، انا تقريبا هو ميفيه محطوط عليه طبعا اللبن والكريمه برده اللي واخده معايا نفس الوش. بس هو طعمه حلو قوي بصراحه، يعني 8 برده من 10. وده ثمنه 25 جنيه. ونيجي بقى الحاجه اللي اول مره فعلا في حياتي اجربها او ادوقها وهي معاكم، وهو قرع العسل. تعالوا بقى نشوف الطاجن ده. بص اللون الاورنج اللي يجنن من جوه. حاسه انا باكل بطاطا بس كريسبي يعني. حتى في تك تك في بقي. طعم الكريمه واحد لحد دلوقتي، هو اللي في ال3 طواجن، اذا كان الرز او اذا كان ام علي. هي نفس وعشان كده هو نفس الوش. بس القرع عسل ذات نفسه حاسه ان انا باكل حاجه هي بطاطا بس مش عارفه، مش مستظرفاها قوي يعني. تقريبا كده من وجهه نظري. بس طبعا لمحبين القرع العسل هم اللي يقولوا اكتر. 6 من 10 والسعر بتاعها 20 جنيه. وده طاجن الاوريو. ده الشكل بتاعه كيك وكريمه، وطبعا هنقول اكتر لما ندوق. وطبعا الاوريو من فوق. بسم الله. الخامات اللي بيستخدمها اتوال الشوكليت كلها بصراحه بتبقى هايله وحلوه قوي. حاسه ان الكيك اللي هو عامله مع الكريمه مسكر، وكمان زود عليه الاوريو فسكر زياده. يعني بصراحه حرق في زوري كده شويه. مش عارفه وما استظرفتوش بصراحه. من وجهه نظري 5 من 10. لكن ممكن حد بيحب الشوجر كتير وبيحبه قوي، او السكر يعني بيحبه كتير، ممكن يكون مستلطفه. بس انا بالنسبه لي 5 من 10. ومع احترامي يعني على سعره، بصراحه المفروض كان يبقى اظبط من كده واحلى من كده بكتير. لكن هو كده تقريبا متعمد ان هو يحط كيكه واحده كريمه واحده في الطواجن كلها. وسعره بصراحه شايفانه اوفر قوي. ده سعره 45 جنيه. وبصراحه يعني حتى الاوريو يعني حاطط انصاص. دي انصاص اهي، مش واحده كامله، يمكن ربع كمان، مش واحده كامله. لا بصراحه 4 من 10 كمان. لا مش. وده طاجن اللوتس من اتوال. من قبل ما ادوق انا حاسه نفس الكيك هو اللي في كيك اوريو، واخد ستاندرد كده مع بعض. الطواجن تبقى حاجه واحده، شيء واحد. فهندوق بسم الله. البسكوته بتاعت اللوتس يعني لسه محتفظه بالقرمشه بتاعتها. محب اللوتس هو مش حاطط اي حاجه جديده. هو برده كيك وكريمه، نفس الكريمه زي ما اتفقنا.
وبسكوت اللوتس بس من الوش. وبرده السعر بتاعه شايفه انه عالي جدا، وبالذات انه مش عامل حاجه مميزه فيه. ده ب 55 جنيه. لا بصراحه انا ما ادفعش فيه 55 جنيه. ايه الفرق يعني؟ لا 6 من 10. واخر حاجه معايا وفي الطواجن وهي النوتيلا. شوف بقى ونحكم ايه الاخبار. الشكل جامد جدا. يلا نشوف ايه اللي جوه. بسم الله. زي ما احنا شايفين كده كيك وكريمه ونوتيلا وبندق من فوق. يلا نجرب. بسم الله. النوتيلا حلو قوي، بس انا دقت في اماكن قبل كده احلى من كده بكتير على فكره. وبس على السعر بتاعها برده حاسه انها اوفر جدا، بالذات برده مش حاطط اي حاجه غير مغير بس في الكريمه، ان هي كريمه غامقه، ومستغل الحوار كله في النوتيلا، يعني الطعم كله على النوتيلا. وبرده مسكر الكيك قوي. تقييمي 8 من 10، وبالذات كمان على سعره، ده سعره 50 جنيه. ونيجي بقى لاخر حاجه والخارجه يعني عن الطواجن خالص. هي المفروض خارج الطواجن خالص، بس انا لما شفتها قلت لازم اشوف طعمها عامل ازاي. شكل كده تقريبا في كنافه، دي مانجا او ستروبري حاجه زي كده، والمفروض في كريمه وبعد كده الكراميل من فوق. تعالوا بقى نشوف وندقق اكتر في الشكل من جوه. الشكل بتاعها كنافه زي ما انا قلت لكم. ده الشكل بتاعها اهو. بسم الله. الكنافه مش باينه خالص، دابت، بس مش باينه ان هي حاجه وحشه، هي دابت خالص كده. بس اللي انا حاسه الطعم كله المانجا، قطع المانجا اللي جوه، والكريمه شديده قوي مع الكريم كراميل. ودي سعرها 60 جنيه. تعالوا بقى الناحيه الثانيه دي. وفي بندق او في مكسرات جوه كمان. تعالوا بقى نروح للمكان الثاني اللي فيه الستروبري ده. شوف في تغيير او ايه. ده الشكل بتاعها تقريبا كده مكان المانجا ستروبري. تعالوا بقى ندوق الطعم. الكراميل طاغي جدا على الستروبري، لكن المكسرات زي ما يكونوا حاطين في القسم ده مكسرات كتير اكتر من هنا بكتير. هنا معتمدين على المانجا اكتر، لكن اوفرول كده المفروض ان هو الطاجن هم عاملين فيه طعمين وعاملين فيه شكلين بنوعين. فانا اديله 8 من 10. مسكر قوي الصراحه، وما حسيتش باي كنافه، يعني ما حسيتش انها متدلعه ولا حاجه. هي مسكره قوي. السكر المانجا مع الكراميل مع الكريمه مع الكنافه عامل عمايل. وتقريبا حاطين في الكنافه برضو عسل، مش عارفه، بس كنت فاكراها تدلعني اكتر من كده. الصراحه ما اتدلعتش. ما اتدلعتش. وبكده نكون خلصنا ريفيو النهارده، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، واكون وصلت لكم وجهه نظري، وعرفتكم ان احنا بندخل اتوال ونشوف الطواجن الكتير. يعني حاولت على قد ما اقدر اوصل لكم السعر والطعم وايه الشكل من جوه كمان. وبالنسبه للمدلعه انا قلت لكم ما اتدلعتش خالص، بس بالنسبه لي انا بسطني قوي كانت ام علي، وكان الرز بلبن. الرز بلبن كان حلو جدا. انا كنت قايله في اول التقييم ان الرز ياخد 8 من 10، لا بعد ما دقت الباقي بصراحه الرز ياخد 9 من 10، وام علي 8 ونص 8 من 10 بصراحه. كانت لطيفه قوي وحلوه قوي، وكانت تجربه لطيفه. واللي كمل معايا الفيديو للاخر ما ينسنيش فضلا وليس امرا سبسكرايب. يا رب اكون قدرت افيدكم، والسلام عليكم.